لا انا ما احبش حد يقول على الانبا بشوي محترم. ما كانش محترم، كان بيطعن في الاسلام وكان بيشكك في الاسلام، وراجل مضلل كان بيشرح للمسيحيين ازاي يضللوا المحاور اللي قدامهم. ويبقى السؤال، انت بتعبد شخص واحد ولا 3 اشخاص؟ طبعا انت لو اول ما جاوبت قلت انا بعبد 3 اشخاص، اللي قدامك هيتعب ويستفز. تتحاشى الاجابة لغاية ما تخلي اللي قدامك نفسه هو اللي يبتدي يرتبك. فهو كان محترم؟ لا، كان بيطعن في الاسلام. انا عامل عنه كتاب في 2009 كان بيطعن في الاسلام وانا رديت عليه. يبقى ازاي محترم؟ الانبا رفائيل واحد من الناس كنت بتمنى ان الانبا رفائيل يبقى بطرك. لما عرفت شخصيته اكتر، لا توادرس احسن. توادرس بيقول بالتحريف. رفائيل مدلس، رفائيل مدلس في الالوهيه. يعني رفائيل على اللي فيه ده مدلس، ما بيشرحش الاعتقاد، وتراجع عن امور كتير. زمان كان بيقول ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. ده بيتكلم عن الاب، انت الاله الحقيقي وحدك. لما بدأ الهجوم يشد عليه والدكتوره سالي دخلت الاسلام بسببه وبسبب شرحه للثالوث، قال لك لا، ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ده بيعود على الثالوث. فهو لا كذاب، وبشوي كذاب، كلهم كذابين. ما حدش هيجي يعبد عيش وخمره ويجي يقول لك ان هو محترم. يعني ما خلينا واضحين برضه. ومش معنى ان مثلا بشوي كامل بيقولوا مسكت الله بيدي واكلته في الكتاب مذكرات 40 يوم بعد الرسامه، ان انا اجي اقول ان هو محترم برضه من الناحيه دي. لا، ما هو بيدلس في حاجات تانية وحاجات بتبقى مهمه. فاوعوا تفتكروا ان ما تتخموش فيهم.